انا كنقول بانه حنا خصنا، كاين الطوفان الاقصى، حنا خصنا نديرو هنا الطوفان ديال اسقاط التطبيع. حنا لا نقبلوه، فاش نسكتو؟ لان هاد الناس ما تصوروش الخطوره، ما تصوروش الخطوره انه يديروا هنا معامل ديال السلاح، وانهم يفرضوا على المغرب يخرج قانون ديال حمل السلاح للحمايه الشخصيه. صوت عليه البرلمان، سقطوا لي الخبر. لا، ما كاينش اللي كيهضر على هادشي. خرج هذه بضعه شهور قانون يسمح بحمل السلاح لاي شخص. تنسولوا الوزير الداخليه شكون هذا؟ قال لك المغاربه. قلت لي حنا المغاربه ولينا مغارب اليوم. حنا لا نقبل ان الذين لطخت دماؤهم بدماء الشهداء الفلسطينيين باش يحملوا الجنسيه المغربيه ويجب اسقاطها عنهم. هذا الشيء حتى هو خصنا ناكدوا عليه. هاد الناس جاو كيفضحوا واحد العدد ديال المهندسين الزراعيين ديالنا، خداو لينا زيتاركان وسماو هما اللي حطوا لو بروفي. كيبيعوا لينا مطيشه اللي ما كتعاودش تنبت، كيبيعوا لينا كاع داك لي زانترون داك الشيء اللي كنديروا في الفلاحه، كيبيعوا لينا حتى دوك التويويات اللي كيديروا الكوطاغوت ديال داك المخطط الاخضر اللي دار هذاك السيد، اللي ولينا كنهبطوا حتى ل 400 متر ولقاو الماء مالح والماء ما بقاش، بقله التخطيط الاستراتيجي وغياب بعد النظر. هاد الناس راهم تيعتبروا المغرب بحال شي بديل، الا ضيق عليهم الحال ديك الجهه باغيين يجيو لعندنا هنايا. حنا ما عندنا ما نديرو بهم. وبالمناسبه كيف كيقولوا حنا ما كنخلطوش بين الديانه اليهوديه او اللي بغى يدين بشي دين دبر راسو، ولكن اللي بغى يطبق فينا التصهيون هنايا ممنوع. ولهذا انا وقفت وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه، وكان هذا الشيء خطير جدا. قلت له كيفاش يعقل نتوما كتشاركوا مع الصهاينه في قنيطره وفي مراكش، السيده كتقول لهم خصنا نهدموا المسجد الاقصى ونبنيوا الهيكل المزعوم وهما واقفين معها. كيف يعقل ان الكتب التي تدعو الى الشذوذ توزع في المساجد من اجل محو الاميه؟ قال لي لا، هادو انتبهنا لهم راه حيدناهم. قلت له لا، شو